السلام عليكم ومرحبا بكم في المغرب الآن تيفي، القناة اللي كنجيبوا لكم فيها آخر الأخبار والمواضيع اللي كتشغل المغاربة. اليوم غنهضروا على موضوع كيمس بزاف ديال الأسر المغربية: غلاء المعيشة قبل العيد. واش الفرحة ولات صعيبة؟ خليكم معنا. العيد قرب، ولكن هذا العام كاين موضوع واحد مسيطر على النقاش بين المغاربة: الغلا. بزاف ديال الأسر ولات كتفكر أكثر في المصاريف، والأسواق عامرة بالناس، ولكن كاين اللي كيتسوق بحذر وكاين اللي كيقلب غير على الضروري. كل عام العيد كيجيب معاه الفرحة، الزيارات العائلية وتحضيرات خاصة. ولكن دابا بزاف ديال الناس كيهضروا على ارتفاع الأثمنة وصعوبة التوفيق بين المصاريف والدخل اليومي. الملابس، الحلويات، التنقل والتجهيزات ديال العيد كاملين كيزيدوا الضغط على الأسر محدود الدخل. وكاينين اللي كيقولوا باللي الاحتفال ولا محتاج تخطيط أكثر من أي وقت فات. ورغم هاد الظروف المغاربة معروفين بحاجة مهمة: التضامن. كاين اللي كيساعد العائلة وكاين اللي كيوقف مع المحتاجين، حيث العيد عند بزاف ديال الناس ماشي غير مصاريف، ولكن مناسبة للفرحة، صلة الرحم والتقرب بين الناس. والسؤال اللي كيبقى مطروح: واش غلاء المعيشة بدل فعلا أجواء العيد عند المغاربة، ولا الفرحة ديال العيد باقية كتغلب الظروف مهما كانت؟ بزاف ديال الأسر كتقول باللي العيد تبدل مقارنة مع السنوات اللي فاتت، ولكن كاينين اللي كيشوفوا بلي قيمة العيد عمرها كانت مرتبطة بالمصاريف، وإنما باللمة العائلية والمحبة بين الناس. وفي الأخير العيد كيبقى مناسبة دينية واجتماعية عندها مكانة كبيرة في قلب المغاربة، مهما تبدلت الظروف ومهما كانت التحديات. شنو رأيكم نتوما؟ واش كتحسوا بلي الغلاء أثر على